البداية ديال الاعتصام كانت 22/8/2013. هذاك اليوم الأول ديال الاعتصام وجهنا فيه من طرف السلطات المحلية بعدم سمح لنا بالاعتصام أمام الساحة الموجودة قدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا الهجوم هذا اللي حاليا لا زال مستمرا بأشكال متعددة، بحيث هددنا بنزع اللافتات. كذلك نجد أنفسنا مجبرين على نقل أمتعتنا واللافتات كنحيدوها كل نهار مع 11 ديال الليل، مما يزعجنا ويقلق راحتنا. وهذا كنعتبروه من السلوكيات يعني اللي ماشي غريبه علينا، ولكن هي سلوكات مخزنيه بالدرجه الاولى اللي كتحاول بجميع الامكانيات ديالها باش تحبط من العزائم ديالنا وباش تكسر الصمود ديالنا. ولكننا رغم ذلك فاننا لازلنا صامدين في المعتصم، ولا زلنا مقررين على الدخول في هذا الاعتصام هذا بشكل مفتوح، والذي ستصحبه مجموعة من الخطوات النضالية في حقوقنا، وسنبقى متشبثين بها كما هي وكما طرحنا في المذكرة التي وضعت لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولدى رئيس الحكومة. إذا في هذا المعتصم هناك مجموعة ديال الفئات. الفئة الأولى التي نعتبرها محورية وأساسية في هذا المعتصم هما الضحايا خارج أجال اللي كيواجههم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه البدعة هذه، واللي كنعتبروها خرق ثاني في حق الضحايا. كذلك هنالك مجموعة لها مقررات تحكيمية وبتوصيات تتعلق إما بالإدماج الاجتماعي مثل تمتيع الضحية بالسكن الاجتماعي أو المأدونية، فهؤلاء الضحايا لا زالوا لم يتسلموا أي شيء. كذلك هنالك مجموعة أخرى بمقررات تحكيمية وليست لها توصية. كذلك هنالك مجموعة أخرى من المدمجين في الوظيفة العمومية والتي لا زالت أوضاعهم الإدارية والمالية لم تسوى. كذلك هنالك ذوي الحقوق. كذلك هنالك حالات خاصة مثل حالة البكاري مثلا لا يستطيع العمل. إذن فمن المفروض أن توفر له السكن الاجتماعي والمأدونية وكذلك المعاش. كذلك هنالك حالات خاصة أخرى تتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية بالنسبة للضحايا الذين أرجعوا سنة 2000 اعتمادا على مذكرة ديال عبد الرحمن اليوسفي. إلى حد الآن هذا السلوك الممنهج والذي نعتبره خارج عن السياق الحقوقي الإنساني الدولي يعني يمسنا في كرامتنا، لأنه إلى حدود الآن لا أحد من المجلس الوطني بادر ولو زعما من الناحية ديال المجاملة لكي يفهم ما شنو هو الواقع ديال المعتصم، إلى درجة أنه هذه السلطات المحلية والسلطات العمومية التي تقول وتكرر بأنها كتحافظ على المصلحة ديال المواطنين، فنحن أولا كنباتوا في العراء والسقوط ديال الأمطار، وهناك برد، وهناك ضحايا عندهم سن كبير. كذلك هنالك مرضى، مثلا المثال بحال اللي قال لنا إبراهيم عنده هذا كنضربوا في الأحداث ديال 81 بالرصاص والرجل ديالو راه معطوبة. كما لا يفوتني أن أنبه الرأي العام الوطني والحقوقي والدولي أننا نقضي الليالي قرب مقبرة تفوح منها روائح كريهة، وفي منتصف الليل يهب زرافات ديال من المخمرين والحشاشين واللصوص، بما يزعج راحتنا، لأننا نتحول إلى كما كيقولوا إلى حراس على الأمتعة التي في حوزتنا. وهذه المسألة هذه فإن السلطات العمومية لا تعتبرنا أننا مواطنين، ويجب أن تحمينا من مثل هذه السلوكات التي تقع لنا تقريبا يوميا. إذن إجمالا احنا نناشد جميع القوى الديمقراطية وجميع القوى الحقوقية باش تدعمنا وتساندنا، ونحن مصرين على الاستمرار، مصرين على
على تطوير أشكالنا. وكما نتمنى جميعا أن نحافظ على هذا الاعتصام بروح نضالية عالية، ونتمنى على الإخوان الذين يتموقفون من هذه الحركة أن يعتبروننا لسنا خصوما لهم ولا ننافسهم في إطارتهم، بل نحن ضحايا ومنخرطون داخل منتدى الحقيقة والإنصاف، ونعتبره منظمة لجميع الضحايا. فقط على المسؤولين في المنتدى أن يتفهموا هذه الوضعية هذه، وأن يتجرؤوا وأن يتخلوا عن أنانيتهم، باعتبار أننا في آخر المطاف كلنا ضحايا، ومزيدا من الصمود ومزيدا من التضحية حتى انتزاع جميع الحقوق ديالنا المادية والمعنوية. وشكرا لكل من آزرنا وكل من يعمل في العلن أو الخفاء من أجل دعم هذه الحركة النضالية التي نخوضها اليوم.